في مشكلة جامدة جدًا هتواجهها لو أنت creator وبقى لك فترة على أي منصة وما عندكش رقم subscribers كتير. استنى أشيل النضارة عشان reflection. المشكلة هي أنا بقى لي سنة 2، 3، 5 على يوتيوب ومش عندي أرقام كبيرة، يبقى أنا كده مش هاوصل لأي أرقام أبدًا، لكن ده مش حقيقي 100%، أو على الأقل في حالة مستر بيست. بُص كده على القايمة دي، عندك أول 5 سنين كيوتيوبر قدر يجمع 1000 سبسكرايبر، لكن بُص على تاني 5 سنين 18 مليون سبسكرايبرز، وطبعًا آخر 5 سنين 184 مليون سبسكرايبرز وأكبر يوتيوبر على بلاتفورم. فلا مفيش اي ميعاد معين لوصولك لاي رقم معين من السبسكرايبر. لو كان مستر بيست وقف بعد 5 سنين وعنده 1000 سبسكرايبرز عمره ما كان هيوصل ل 184 مليون. ف يو دونت نو، كمل ما تركزش مع الارقام، اعمل ابلود، خلي المنتج بتاعك دايما جودته عاليه علشان لما فيديو منهم يجو فايرال ويجيب الاتنشن اللي انت كنت مستنيه طول السنين، المتابعين يدخلوا يلاقوا فيديوهات بجوده عاليه جدا، مش مجرد فيديو واحد جام فايرال يتفرجوا عليه ويمشوا.